هذه هي سيارة داسيا سانديرو 2021 الجديدة كليا، واللي على ما كنظن كتشبه لسيارة فيات تيبو من القدام. خليو لي كومونتير اش من سيارة لاش كتشبه سيارة داسيا سانديرو. في هذا الفيديو غادي نتحدث على السيارة الجديدة، التصميم الخارجي والمقارنة مع الجيل السابق والتصميم الداخلي، وطبعا المميزات والعيوب والثمن في الجديد حسب النسخ. على أي حال، معكم الحسن، متخصص في بيع وشراء السيارات، وأنتم تشاهدون قناة كارامز. السلام عليكم ورحمة الله. جات سيارة داسيا سانديرو موديل 2021 بمظهر انسيابي جذاب من الأمام. نلاحظ تغيير تام بين الجيل السابق والجيل الجديد بأضواء من نوع ليد وأضواء نهارية على شكل حرف إيكغيك، مع شبكة تهوية كبيرة بلمسات من البلاستيك شبيه بالكروم الموجود في السيارات الفخمة. من الجنب جات مشابهة نوعا ما للجيل السابق مع بعض اللمسات الخفيفة المتغيرة. أما من الخلف فتم تغيير الشكل الخلفي لسيارة سانديرو بشكل كلي. أضواء خلفية مختلفة على شكل دائري تقريبا أو بيضاوي يتوسطه حرف إيكغيك جوج المرات. تصميم خارجي صراحة زوين بالمقارنة مع الأجيال السابقة. أما بالنسبة للتصميم من الداخل فذكرتني سيارة داسيا سانديرو بكليو برونو كليو 5 أو الكاتر تقريبا بحال كنظن كلشي متفق. ولكن الصراحة شركة داسيا أبدعت في هاد سانديرو الجديدة، ما خلاتناش نحسو بلي راكبين في طوموبيل رخيصة. كوسانات مزيانين، طابلو جديد كليا فيه بعض اللمسات اللي زوينة، فولون يمكن تحكم في بزاف ديال لي زوبسيون، شاشة مقاس 8 بوس فيها بزاف ديال لي زوبسيون، جي بي اس، بلوتوث، نظام اندرويد اوتو. الصراحة دارو حاجة مزيانة، تغيير كبير من الداخل بالمقارنة مع سانديرو الجيل السابق. كفر مزيان، تقريبا سعة 400 لتر. نمشيو دابا لأهم حاجة اللي هي المحركات. جات سيارة داسيا سانديرو الجديدة بعدة أنواع من المحركات، ولكن غادي نهضر على النسخ اللي متوفرة عندنا في البلاد، اللي هي جوج ديال الأنواع تقريبا. كاين إيسونس 1.0 لتر دي سي او فيه 100 شوفو تقريبا، كيجي في الوراق ب5 الخيل. استهلاك متوسط 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر على الطريق المخلطة طبعا. والثاني مازوت 1.5 لتر دي سي اي 95 شوفو، كتجي في الوراق ب6 ديال الخيل. كونسوماسيون متوسطة كذلك 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر. فيه 5 ديال الفيتاسات، الضريبة راه باينة ديال المازوت 700 درهم. وبعد خروج السيارة لمدة عام دابا تقريبا للطريق، راه بزاف ديال الناس تشكاو من بعض المشاكل اللي غادي نذكروهم. مشاكل طبعا ديال السيارة معروفين، ان الصح ما كاينش، والمكونات الداخلية والخارجية راه ماشي شي حاجة. انما كنهضر على المشاكل اللي تشكاو منهم الناس في هذا الموديل الجديد اللي غادي نذكرهم، باش الناس قبل يديروا بحسابهم قبل انهم يتقداو داسيا سانديرو الجديدة، اللي كيتمثلوا في الكابو ديال المحرك اللي كيتفتح على غفله، خصوصا في السرعه العاليه. وكنعرفوا اون فوا يتفتح الكابو بسرعه فراه وكان بنادم كيتمشى فراه غادي يهرس الباربريز. المشكل الثاني في النسخه ديال ليسونس، في داسيا ليسونس نسخه 1.0 لتر، لقاو اللي لقات الشركه ماشي حتى الناس، لقى الحمد لله باقي ما وقع حتى شي مشكل للناس. لقات الشركه باللي راه كاين شي مشكل في البومبه ديال المازوت اللي هي بطبيعه الحال ديال الضوء، وكتسبب مشاكل الى قدر الله يفك على خير انها تقدر انها توصل حتى العافيه، يعني تشعل العافيه في الطوموبيل. الله يفك على خير. الشركه طبعا راه بزاف ديال العملاء ديالها استدعاتهم باش انهم تصلح لهم المشكل قبل ما يوقعوا في الكارثه. وفي حاله كانت عندك داسيا سانديرو ايسونس، حاول شريتيها يعني مؤخرا، حاول انك ديها لاجونس، تسول على راسك على قبل هذا المشكل في حاله لما كانوش عيطوا لك. ولكن راه كتبقى سياره اللي هي ممتازه، عمليه ديال الدرويش، اقتصاديه وصحيحه نوعا ما، وما فيهاش لومبان. معروفين المحركات ديال داسيا راه ما فيهمش السخونيه وكيصبروا شويه. حاصله على 4 ديال النجوم من طرف المنظمه العالميه للسلامه. بالنسبه للثمن، فنسخه ديال ليسونس تقريبا دايره 11 مليون، والنسخه ديال المازوت ففيها جوج ديال النسخ.
النسخة الأولى دايرة 12 مليون و700 ألف فرانك بالنسبة للإسونسيال. النسخة الثانية تحت اسم كونفورم دايرة 13 مليون و700 ألف فرانك. كان هذا ملخص حول سيارة داسيا سانديرو موديل 2021. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.